علق الإعلامي أحمد موسى على محاكمة أحمد طنطاوي ومدير مكتبه و21 آخرين من أعضاء حملته لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بمخالفة للقانون عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد أحمد الطنطاوي. وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد: حملة أحمد الطنطاوي قامت بتزوير توكيلات الرئاسة وإحنا عرضنا ساعتها التزوير. وتابع الإعلامي أحمد موسى: أحمد طنطاوي راح المحكمة النهاردة والمحكمة أصدرت حكم بحبس أحمد طنطاوي سنة وكفالة 20,000 جنيه لإيقاف التنفيذ. وأكمل الإعلامي أحمد موسى: أحمد طنطاوي مدان في جريمة تزوير أوراق، وقضايا التزوير من الجرائم المخلة بالشرف